بندق يا جماعه طالع بيقول سلام عليكم. والحمد لله زي ما انتم شايفين كده الماك او اس اتحمل. طيب هو في حاجه غريبه حصلت دلوقتي يعني بتخليني دايما اتمسك بالماك او اس اكتر حتى على البي سي. والله ازيكم عاملين ايه؟ انا عبقرينو. الفيديو اللي فات كنا شرحنا فيه طريقه تحميل الماك او اس تاهو على البي سي. ناس كتير منكم الحمد لله اشتغلت معاها الطريقه، وفي ناس تانية كتير قابلتها مشكله في التحميل من موقع ميجا، مع ان انا لما عملت الحركه دي كان كل هدف ان انا اسهل عليكم الموضوع. ولكن النهارده انا جايب لكم طريقه جديده هتحمل بيها الاصدار اللي انت عايزه، سواء تاهو او سوكويا او اي اصدار تاني حتى لو اقدم منه مفيش مشكله. واللي اهم من كده انها اسهل ومستقره بكتير ومش محتاجه منك شغل كتير. هنخش في الشرح بتاع النهارده على طول، وان شاء الله تقدروا تستفادوا من الفيديو ده. لو ما عملتوش لايك واشتراك اعملوا لايك واشتراك، ويلا بينا نخش على الفيديو. طيب قبل ما نبدا، مواصفات الجهاز اللي هنشتغل عليه تاني. الجهاز اللي شغال ورايا ده معالج رايزن 5 3600 على بورده بي 450 ام داش اي تقريبا، برامات 16 جيجا 3200، وعليه ام دوت 2 240 جيجا. يعني جهاز اقتصادي خالص، وعليه كارت ار اكس 570 4 جيجا. جهاز اقتصادي عادي جدا على الهادي خالص منه، والدنيا زي الفل. وطبعا زي ما شرحنا في الفيديو اللي فات، احنا كل اللي محتاجينه في الطريقه دي هي فلاشه، ويا ريت تكون من نوع سريع، وانترنت. اكتر من كده الخطوات كلها احنا هنعملها مع بعضنا هنا بسرعه. احنا عندنا 4 خطوات اساسيين، هم 4 برامج كلهم برامج صغيره وخفيفه. النظام نفسه هو اللي بيبقى كبير، وعلى حسب النظام اللي انت محتاجه. لو انت محتاج نظام قديم هيبقى حجمه صغير، لو انت محتاج نظام جديد هيبقى حجمه كبير. وهو اكبر نظام فيهم اللي هو التاهو، حوالي 16 جيجا او 15 جيجا ونص. يلا نسمي الله ونبتدي مع بعضين. طيب هنسمي الله. اول حاجه هنعملها ان احنا هنحتاج نفتح جوجل كروم. اول برنامج محتاجين نحمله هنا هيبقى هو الاوبن كور سمبليفاي. هندخل على جيت هاب على طول، اول لينك هيفتح لنا جيت هاب عادي زي الفل. هنيجي عند كلمه كود هنا، هناخد ان احنا ننزله كملف مضغوط. تمام، هو نزل عندنا هنا اهو. اول باول كده الملف اللي هينزل هناخده نحطه على الديسكتوب عشان نظبط شغلنا. وهننزل دي. هناخد الاوبن كور سمبليفاي، كليك يمين وهنعمل له فك ضغط. تمام، هنفتح الاوبن كور سمبليفاي اوبن كور. طيب في حاجه قبل ما تشغل الاوبن كور سمبليفاي، لو انت البايثون 3 مش متحمل عندك الاوبن كور سمبليفاي هيطلب منك انك انت تحمله، وهو هيديك اختيار انك تحمله مباشر. بس طبعا عشان احنا عملنا الطريقه دي على الويندوز ده قبل كده، فالبايثون 3 موجود هنا عادي. طيب زي ما احنا شايفين هنشغله من بات من هنا على طول، هيفتح لنا بالواجهه دي. وزي ما قلت لك بس هو ممكن يحمل بايثون 3 الاول، بعد كده يفتح لك الواجهه دي مفيش مشكله. احنا كل اللي محتاجينه من الواجهه دي ايه؟ ان احنا ندوس على رقم واحد اللي هو سيلكت هاردوير ريبورت. هيطلب مننا ندوس حرف الاي، هنقول له حرف الاي. وخلي بالك من دي عشان وقفت مع ناس في الفيديو اللي فات. دوس له حرف الاي عشان يعرف يعمل اكسبورت للتقرير للامكانيات الجهاز بتاعك. هقول له انتر. هيبتدي بس يلم شويه معلومات عن الجهاز. تمام تمام تمام. ركز معايا بقى كويس قوي في الخطوه دي. طالما كل اللي ظاهر لك هنا ازرق، ايا كان النظام التشغيل اللي ظاهر لك ايه، سيبك من نظام التشغيل دلوقتي. طالما كل اللي ظاهر لك هنا ازرق يبقى انت جهازك 100 100، الماك او اس هيمشي معاه زي الفل. طب لا قدر الله ظهر لك هنا حاجه احمر، يبقى للاسف الكارت بتاعك، وغالبا بتبقى المشكله دي في كارت الشاشه كتير، هيبقى بس للاسف الكارت بتاعك يعني ملوش دعم وملوش استقراريه مع الماك او اس. فدي مشكله ممكن تواجه ناس كتير. لكن انا بالنسبه لي زي ما انت شايف هنا هو كله ازرق، وكمان هو مرشح لي التاهو 26. مفيش مشكله، وده اللي ان شاء الله هنحمله ونجربه. هو بيقول لي بريس انتر تو كونتينيو، هقول له انتر. هيقول لي اختار نظام التشغيل اللي انت محتاجه. هو كديفولت مختار التاهو 26، بس مفيش مشكله، انت ممكن تكتب له رقم الاصدار زي هنا مثلا التاهو واخد 25، او انا زي حالتي مثلا هنا ممكن ادوس انتر على طول. هنا هيديني بس تحذير بسيط، هيقول لي ان في التحديثات الاخيره في مشاكل حصلت مع درايفرات كارت الشاشه في الجهاز بتاعك، انت ممكن تجرب الحل ده او الحل ده. بس بكل بساطه هتلاقيه هو هنا قايل لك اهو ان انت ممكن بكل بساطه تستخدم الفودو اتش دي اي، هيشتغل معاك زي الفل، وانا جربته شغال زي الفل. طيب لو انت كارت الشاشه بتاعك مختلف او بتحمل نظام تشغيل تاني ممكن ما تظهرلكش المسج دي اصلا. لكن انا في حالتي هنا هقول له مفيش مشكله هستخدم الفودو اتش دي اي، وهقول له انتر. هنا بيقول لي ما تستخدمش الوات ايفر جرين، حاجه مش لازم نتدخل لها دلوقتي. هقول له انتر تاني مفيش مشكله. هنا خلاص الواجهه بتاعتنا اتغيرت. هو قال ان احنا اخترنا الماك او اس تاهو 26 على الماك بوك برو 7.1. لو وقع منك اي حاجه في الكلام اللي انا بقوله ارجع الفيديو اللي فات، احنا فصلنا فيه الكلام ده. احنا بس في الفيديو ده هنحاول ننجز شويه. لما هنوصل للمرحله دي كل اللي انا هعمله ان انا هدوس له رقم 6 عشان اقول له بيلد اوبن كور اي اف اي. هقول له اوكي. وبرده احنا شرحنا يعني ايه ملف الاي اف اي في الفيديو اللي فات، بس اختصارا عن ما هو يعمل لي الملف ده. المترجم اللي ما بين الهاردوير بتاعك والسوفت وير اللي انت بتحمله. في ويندوز المترجم ده موجود بيلت ان جاهز، لكن لما بنشتغل على ماك او اس لازم نعمل المترجم ده بايدينا احنا. زي ما احنا شايفين هو كده خلص وطلع لنا النتيجه بتاعته هنا اهي في اوبن كور ريزلت. هتلاقي ملف اي اف اي. هناخد الملف ده على الديسكتوب لان الملف ده مهم جدا. طيب لو خدت بالك هنا هتلاقيه طالب منك شويه خطوات محتاج تعملها الاول
باول، وغالبا دي بيطلبها في كل الانظمه. الخطوات دي لو مشيت عليها ان شاء الله هتضمن ان انت ما عندكش مشاكل. انا بالنسبه لي هنا مثلا بيقول لي استخدم اليو اس بي تول بوكس، وبعد كده هتحط الملف بتاعه في الكيكست، وبعد كده هتمسح ملف تاني. برده كلام بسيط جدا ان شاء الله هنعمله مع بعضنا بسرعه. انا بالنسبه لي هنا مش محتاج من دي حاجه ثانيه خلاص، ولا محتاج من دي حاجه ثانيه، ولا محتاج من الاوبن كور سمبليفاي حاجه ثانيه. هننزله على جنب هنا وهنرجع لكروم تاني. هنحمل بقى البرنامج اللي بعديه، هيبقى اسمه يو اس بي تول بوكس برده من جيت هاب تاني. في ليه ريليزز اهي، هناخد اخر اصدار. تمام، انا عايز نسخه الويندوز المضغوطه، هختار الويندوز المضغوطه. تمام، نزلت اهي، هاخدها احطها على الديسكتوب تاني. هات بس ملف الاي اف اي هنا ده عشان ما يضيعش مننا، وهنستخرج النسخه دي. هنفتحها، هنفتح الديسك لان ده مبني على بايثون. هننزل تحت خالص هنا هنلاقي فيه ويندوز دوت اي اكس اي، هنفتحها وهنقول له ران، مفيش مشكله، هيفتح هنا سي ام دي تاني. بص ركز معايا، في اول مره بتفتح فيها البرنامج او اول مره تشتغل فيها بتلاقي مكتوب لك ان السيف داتا نون، مفيش اي سيف داتا. انا كل اللي هقوله له هقول له دي عشان يعمل لي ديسكفر للبورتس، هيجمع شويه معلومات. هتركز ان هو هنا هيظهر لك كل البورتس بتاعت البي سي بتاعتك. مثلا انا عندي اهو اليو اس بي بورت 3 وصل عليه ماوس، البورت 4 وصل عليه كيبورد، البورت 8 وصل عليه الفلاشه بتاعتنا، هي مفيش مشكله. طيب خلاص، هو احنا كده الدنيا زي الفل الحمد لله. اكد بس ان كل حاجه انت مركبها في الجهاز ظاهره، يعني لو انت مركب مثلا سماعه مش عارف، اتاكد بس ان هو بيقدر يشوف اليو اس بي بورتس كويس. احنا بالنسبه لنا هنا مش محتاجين حاجه ثانيه، هنقول له حرف البي عشان نرجع باك. هتلاقيه هنا غير لك كلمه سيف داتا للودد. هختار حرف الاس عشان يعمل لي سيلكت بورتس اند بيلد الكيكست فايل، هقول له اس انتر. هيقول لي تمام، هي البورتس اللي قدامك دي خلاص زي الفل. هقول له حرف الكي عشان يعمل لي اليو تي بي فايل اللي كان طلبه مننا بعد ما خلصنا ملف الاي اف اي. هقول له كي على طول. هيقول لي اهو الملف خلاص اتعمل وطلع موجود في ملف البرنامج نفسه ديست في يو تي بي ماب دوت كيكست. هنرجع للملف بتاعنا تاني هنا، هنطلع فوق تاني كده هنلاقي ملف اليو تي بي كيكست موجود عندنا اهو. هناخده زي ما هو كده من هنا كات خالص، ونقفل دي ونحطه على الديسكتوب جنب اخواته. هو بقى لو تفتكر كان قال لنا خد الملف ده حطه في ملف موجود هو جوه هنا وشيل ملف تاني. انا هدخل على ملف الاي اف اي بالراحه اهو، هنفتح منها الاو سي، ومن الاو سي هنختار الكيكست. هو لو تفتكر قال لنا امسح اليو تي بي ديفولت، هنشيل اليو تي بي ديفولت وهنحط مكانها اليو تي بي ماب. كده احنا امورنا الحمد لله تمام زي الفل. طيب احنا كده بالنسبه لنا هنا خلصنا خطوه كبيره جدا او شرح كتير جدا من اللي احنا محتاجين نعمله، وفاضل لنا على الويندوز هنا خطوه او خطوتين بس كمان. طيب الملف اللي احنا ضفناه هنا ده لسه مش موجود بلتي ان على الاي اف اي ده، فاحنا هنحتاج برنامج كمان. هنرجع لجوجل كروم هنا اهو، وهنكتب فوق او سي اي تي او اوبن كور اوكسيلري تولز. هناخد برضه اول لينك من جيت هاب مفيش مشكله. هنيجي عند الريليزز هنا، انا دايما بحب احمل اخر اصدار. هنختار منه الاو سي اي تي للويندوز 64 مضغوط. هيبدا معانا التحميل على طول هنا. لو في اي خطوه سقطت منك ارجع هتلاقيها في الفيديو القديم، احنا كنا شرحنا الموضوع ده بالتفصيل. احنا هنا بس ايه بنمشي ايدينا تاني على طول. هنعمل اكستراكت للاو سي اي تي ونرجعه مكانه. هاته هنا كده، هنفتح الاو سي اي تي، هندخل هنا على طول، هننزل تحت خالص هنلاقيه بالعلامه دي، هنفتحه وهقول له رن. بص بقى ركز معايا في الخطوه دي عشان لو لا قدر الله غلطت فيها كل اللي احنا عملناه قبل كده ملوش لازمه. انا كل اللي انا عايز اعمله هنا هعمل له فايل اوبن، وعلى الديسك توب هنختار ملف الاي اف اي بتاعنا، ومنه هنختار الاو سي، وهنختار ملف الكونفيج ليست. ده الملف من الاخر كده اللي فيه الخطوات او الملفات اللي موجوده اللي احنا عملناها. احنا شلنا ملف وضفنا ملف تاني، فهنحتاج نفتح كونفيج ليست دي كده، وهنيجي عند الكيرنل هنا كده هنتاكد ان اليو تي بي ديفولت خلاص بقت حمراء انها ما عادتش موجوده، وهنعمل لها ديليت من هنا، ونتاكد ان اليو اس بي تول بوكس موجوده وتمام ترو زي الفلاي. عندك ايرور هنا كده ان انت ما سيفتش، هتدوس على علامه السيف دي، خلاص انت كده الحمد لله ملف الاي اف اي بتاعك بقى جاهز. طيب دلوقتي احنا محتاجين اخر خطوه وهي نظام التشغيل. المره اللي فاتت انا حملت لكم نظام التشغيل ورفعته لكم على ميجا وحصلت مشاكل. احنا هنا هنعمل خطوه اجمل من كده بكتير. هنيجي عند جوجل كروم وهنحمل برنامج اسمه اوبن كور بي كي جي. برضو اول ملف هنا على جيت هاب على طول هتلاقي ليه ريليزز، هنختار منه الريليز المضغوط ال 1.7. هينزل عندنا اهو بالشكل ده، هنطلعه على الديسكتوب هنا. خلاص ده مش محتاجينه تاني، وهنعمل له اكستراكت. ركز معايا بقى، هنفتح الملف ده هتلاقي فيه شويه ملفات اللي يهمنا واللي يخصنا فيهم ملف اليوتيليتيز. هتنزل تحت شويه فيه هتلاقي حاجه اسمها ماك ريكفري. هتفتح الفايل ده هتلاقي عندك حاجه مهمه اللي هي الريكفري يو ار الز. هتفتحها كده بقى وتركز معايا في الحاجات الحلوه دي موجود فيها لينكات لجميع اصدارات الماك او اس، من اول اصدار اسمه اللايون، ما اعرفش ده بصراحه بتاع سنه كام، ما سمعتش عنه قبل كده، لحد اخر اصدار عندنا اللي هو ايه تاهو. الدنيا كلها زي الفل. طيب هنحمل الملف ده ازاي؟ ده ملف هينزل عندنا على الجهاز، هيبقى حجمه حوالي 800 ميجا او 900 ميجا حسب نظام التشغيل بتاعك. هنرجع تاني لفايل ماك ريكفري هنا، وفي المربع بتاع المسار فوق هنكتب سي ام دي عشان يفتح لنا سي ام دي في نفس المسار. وركز معايا بقى، هنرجع هنا هناخد كوبي لللينك اللي احنا عايزين نحمل النسخه بتاعته. انا هنا هشتغل على تاهو لان خلي بالك احنا اخترناها من البدايه وبنينا ملف الاي اف اي عليها. هرجع للسي ام دي هنا، ركز معايا بقى في اللي هعمله ده. ممكن تحتاج قبل الامر ده تكتب يا كلمه يا حرفين، جرب برضو شوف مين فيهم اللي هيمشي معاك. يعني مثلا انا لو جربت اكتب هنا
بي واي واعمل سبيس وانسخ اللينك هنا واقول له انتر. هو مش قادر، يعني هو على الجهاز ده مش قادر يميز ان البي واي دي اختصار لبايثون، مع ان على الجهاز الثاني كان بيقدر يميزها عادي. فانا كل اللي هعمله ان انا هكتب بايثون عشان يفهم ان احنا عايزين بايثون، وهنسخ نفس اللينك تاني وهقول له انتر. وركز معايا كده، اشتغل زي الفل. هينزل ملف زي ما احنا شايفين حجمه حوالي 900 ميجا هنا. بعد ما الملف ده يخلص هناخد الكلام ده كله نحطه على الفلاشه، وكده احنا خلصنا الشغل الظاهري المبدئي. هنستنى الملف ده يخلص ونكمل مع بعضينا. طبعا الحمد لله بعد ما الداونلود وقف مره وشغلته تاني، الحمد لله المره دي كمل وخلص خلاص اهو في ال 880 اهو ان شاء الله. ربنا يوفقه بس ويطلع بالسلامه المره دي. تمام الحمد لله، بس زي الفل كده. احنا كده مش محتاجين السي ام دي ده في حاجه تانية، هنقفله. هنا عندنا بره هتلاقي في ملف اتعمل اسمه com.apple.recovery.boot، بس هو ده اللي احنا محتاجينه. ده البيس سيستم او الملف اللي بيعمل ريكفري. احنا هنا من الاخر كده بنضحك على الجهاز ان الجهاز ده جهاز ماك مفيش مشكله فيه، وحصل مشكله او كوربت او ضرر في السيستم بتاعه، فهو اوتوماتيك ابل بتقدر تخليك تعمل ريكفري وتحمل نسخه الماك او اس كلها تاني اونلاين. احنا هنا دي الحركه اللي احنا بنعملها عشان بقى ما اقعدش ارفع لك على ميجا والله ما الاقي مواقع تاخد 15 16 جيجا بالسهوله اساسا. طيب كل اللي احنا هنعمله دلوقتي ان احنا ناخد الملف ده نوديه على الديسكتوب هنا. احنا كده معانا ملفين هم دول تقريبا اللي احنا محتاجينهم. هنحمل بس الروفوس بسرعه، ده برنامج هنستخدمه بس عشان نفرمت الفلاشه ونجهزها. ركز معايا في الاعدادات دي لان حصلت بس شويه لخبطه المره اللي فاتت ما بين اعدادات الفورمات، فالمره دي ان شاء الله ما فيهاش لخبطه ولا حاجه. الروفوس هيفتح، نتاكد بس ان هو مختار الفلاشه. طبعا انا كنت حارق عليها ويندوز 11 قبل كده، كنت بحمله على جهاز. هنيجي عند البوت سيلكشن هنا هنختارها نون بوتابل. هيظهر عندنا شويه اختيارات في البارتيشن هنا، هنختار جي بي تي. ركز معايا جي بي تي. وفي نظام الفورمات هنتاكد ان هي فات 32، احنا هنحط ملف 900 ميجا كلام فاضي يعني. وهنقول له ستارت نتاكد على الفلاشه مفيش مشكله تمام. هيفرمط لنا الفلاشه تمام كده. لما يقول لك ريدي الفلاشه كده تمام جاهزه ان شاء الله. هنيجي هنا هنفتح الفلاشه بتاعتنا، لو عليها اي حاجه امسحها مش مشكله، مش محتاجين الكلام الفاضي ده كله في حاجه. وهناخد الملفين بتوعنا نحطهم على الفلاشه. اما الملفين دول يخلصوا في حركه بسيطه انا هقولها لك بسرعه هنا على الجهاز، احنا كنا شرحناها برده باستفاضه في الفيديو اللي فات، هتسهل عليك الشغل جوه. انا لو جيت عندي بي سي هنا كده ودوست مانج واخترت منها ديسك مانجمنت، ركز في الخطوات دي كويس عشان ما تتعبش قدام واحنا شغالين ان شاء الله. ده كده هيبقى الوضع اللي عندك. احنا لو دخلنا هنا على ديسك بي سي هنلاقي ال 240 جيجا كاملين. ده هيبقى الشكل اللي موجود عندك. هتاخد كليك يمين هنا كده وشرينك فوليوم. النسخ خلص تمام الحمد لله. هو هنا هيقول لك ايه المساحه اللي انت عايز تفضيها. انا عن نفسي مثلا عايز اقسم الدرايف ده نصين، هو 223000 يعني ادي 120000. يا عم اقول لك 122 023 122000. هقول له شرينك، هيقعد يحمل بس مع نفسه كام ثانيه كده وبص هيطلع لك درايف جديد جاهز. هو هيظهر عندك باللون الاسود ده ان هو انلوكيتد. هتاخد عليه كليك يمين نيو سيمبل نيكست، مفيش مشكله عادي. المساحه زي ما هي، ياخد اي حرف مش مشكله. سيبه زي ما هو ان تي اف اس، احنا عايزينه زي ما هو وفاضي. خلي بالك عشان نعرف نوصل له جوه. انا بس عايز اسميه، هسميه هنا الليبل بتاعه ماك او اس. هنحتاج الاسم ده واحنا في التحميل جوه عشان نقدر نعرف احنا رايحين فين وجايين منين. هقول له نيكست فينيش. خلاص تمام هو جاهز عندي على اسم ماك او اس. وكده الجهاز عندنا بامر الله او الفلاشه بتاعتنا جاهزه ان احنا نحمل ماك او اس. كل اللي مطلوب منك دلوقتي انك انت محتاج تخش على البايوس، هتقفل السكيور بوت خالص مفيش مشكله سيبك منه يعني، هنقفله دلوقتي لحد بس ما نخلص التحميل بتاعنا وكل حاجه. هتدخل كمان عندك هتدور على حاجه اسمها الريسايز بار، هتلاقيها هي وحاجه اسمها الابو 4 جي مع بعضيهم. ممكن جهازك يشتغل وانت سايبهم مفتوحين، ممكن جهازك يشتغل وانت سايبهم مقفولين. الماك او اس او طريقه التحميل بتاعت الهاكنتوش دي ملهاش ميه ثابته. وزي ما قلت لك الفيديو اللي فات، اسهل حاجه لا قدر الله حاجه وقفت في وشك شات جي بي تي. صور له والله انا واقف في الحته، انا بعمل هاكنتوش واقف في الحته دي. هيقول لك مثلا غير الاعداد الفلاني في البايوس، مثلا غير الاعداد الفلاني في المكان الفلاني، مثلا شيل الملف وحط ملف. هتلاقي خطوات بسيطه رديتك الاساسيات او البيزكس اللي انت تشتغل عليها، ازاي تعمل ملف الاي اف اي وازاي تجيب ملف الريكفري. الباقي كله بقى بيختلف، عايز اقول لك بيختلف من جهاز لجهاز، يعني من بورده لبورده. دي بي 450 ايه مثلا داش ام، لا يختلف من البي 450 ايه داش كي مثلا. بيختلف في حاجات تافهه، ده ممكن يختلف في نوع الام دوت 2 انت متخيل. فكل اللي انا عايزه منك، انا قلت لك مثلا اختياراتي نفعت معايا ان انا قفلت السكيور بوت وقفلت الريسايز بار. الابا 4 جي سبته مفتوح. طيب في ناس تانية احتاجت تقفل الابا 4 جي. الموضوع ملوش ميه ثابته، بس الاساس ان السكيور بوت لازم يتقفل. تقفل السكيور بوت الاول وتجرب تلونش. طيب لا قدر الله التحميل وقف معاك او حصل مشكله، هتقوم راجع تاني قافل الريسايز بار. طب لا قدر الله برضه حصل مشكله، على طول بس في شاشه التحميل هتلاقيه واقف عند حته معينه كده، صورها وابعتها تشات جي بي تي يقول لك مثلا ادخل على البايوس اقفل الابا 4 جي، لا افتح الابا 4 جي تاني، لا اقفل الريسايز بار افتح الريسايز بار. مثلا غير البوت من يوفي او ممكن تكون عامل البوت على ليجاسي، لا غيره على يوفي. يعني كلام بيبقى كله حاجات بسيطه، بس للاسف انا مش هقدر اغطيها لك كلها هنا لان هي بتختلف من جهاز لتاني. اللي هنعمله دلوقتي ان احنا هنعمل ريستارت
ريستارت للجهاز ده هنخش على البوت منيو سواء من F8 F12 حسب البورده اللي موجوده عندك او الجهاز اللي موجود عندك، وهنبتدي نمشي الخطوات بتاعتنا بامر الله. معلش حاجه نسيت اقول لك عليها، ان شاء الله في الخطوات اللي جايه انا هغير لك الكاميرا، هجيبها لك على الشاشه عشان تقدر تشوف معايا الخطوات بكل سهوله ووضوح، لان طبعا في التحميل والكلام ده احنا مش هنعرف نشغل الاو بي اس ولا اي حاجه. هنقلب الكاميرا دلوقتي ونكمل مع بعضين. معلش سامحوني لو التصوير في الحته دي هيكون مش احسن حاجه او الموضوع صعب شويه، بس يعني انا والله ما عنديش الجات ولا عندي اي حاجه اقدر اسجل بيها الشاشه على طول. طيب احنا كده ان شاء الله جاهزين، يا رب الفوكس ما يبوظش مننا. هنقفل الاو بي اس وهنبتدي نعمل ريستارت. طيب هو كده عمل ريستارت اهو، انا قفلت النور عشان نعرف نشوف الشاشه دي كويس. تمام، هنحتاج ندور على الفلاشه بتاعتنا فين هي اهي. هيبتدي يدخلنا على الشاشه دي. لو انت اول مره تشتغل او تحمل ماك او اس دي هتبقى بالنسبه لك اول مره تشوف فيها الشاشه دي. انا الشاشه دي بقيت متعود عليها عايش فيها. هنا موجود عندنا الباتوسيرا اللي موجود على الهارد الخارجي والويندوز اللي احنا كنا لسه شغالين عليه. ودي غلطه سامحني انا نسيت اعملها، ان زي ما انت شايف كده الماك او اس ظاهر بويندوز 11 برو اللي هو باسم الفلاشه. انا نسيت اغير اسم الفلاشه لماك او اس. فانت مثلا لما تيجي وانت بتفرمت الفلاشه لما هتسميها ماك او اس سيبك من ويندوز 11 برو، ده الاسم اللي قبل ما نفرمتها لو تفتكروا هيظهر لك هنا باسم ماك او اس. هنختارها بامر الله، ندوس انتر. طيب زي ما انت شايف كده احنا هنا استنينا شويه، الشاشه كانت سودا خالص وبعدين ظهر لنا اللوجو بتاع ابل وبدا يحمل البوت المبدئي. في انظمه ثانيه او اجهزه ثانيه بشكل يو اف اي مختلف هتلاقيه عمال يجيب سطور كتير جدا كده تحت بعضيها. هنا عادي انت تمام زي الفل مفيش مشكله، هي نفس الخطوات. هي زي ما قلت لك بتختلف من جهاز للتاني او من ماذر بورد للتانيه. انا بالنسبه لي قعدت اجرب طرق كتير لحد ما في الاخر الطريقه اللي نفعت ان هو يجيب شاشه سودا وبعدين يروح ظاهر لك لوجو ابل على طول. طيب ممكن في بورده ثانيه يقعد يكتب لك كلام كتير جدا هنا كده تحت بعضيه ويفضل شغال 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 وبعد كده يجيب لك لوجو ابل. تعرف منين ان هو شغال مش واقف؟ انا مثلا بالنسبه لي استنيت عليه شويه لحد ما ظهر لوجو ابل. انت عندك طول ما الكلام شغال تحت بعضيه انت كده في الامان زي الفل. طيب لا قدر الله الكلام وقف، استنى عليه دقيقه دقيقتين. لو فضل واقف يبقى كده في مشكله. ابتدي بقى حاول تدور مثلا على تشات جي بي تي شوف ايه الاعداد اللي محتاج يتغير. احنا بالنسبه لنا هنا هنستنى بس يخلص المرحله دي عشان نشرح على المرحله اللي بعدها. وزي ما انت شايف اهو الحمد لله احنا كده دخلنا على شاشه الانستول بتاعه الماك او اس. هنختار اللغه انجلش مفيش مشكله، هقول له نيكست. هيظهر لنا الماك او اس ريكفري. كل اللي احنا محتاجين نعمله هنا في خطوه اولانيه ان احنا محتاجين نهيئ درايف او ديسك يتحمل عليه الماك او اس. فهندخل على ديسك يوتيليتي وهنيجي عند كلمه فيو فوق خالص هنا اهي هنعمل شو اول ديفايسز عشان نقدر بس نفهم احنا الدنيا رايحه فين. فاكر بقى لما فرمطنا الام دوت 2 بتاعنا وقلت لك سميها ماك او اس؟ بص هنا الموضوع بقى سهل عشان بقى الدنيا ما تبقاش متلخبطه. انا بقيت عارف ان الديسك اللي فوق ده هو الويندوز كده لانه مش متسمي، لكن اللي انا سميته اهو اللي فاضي اهو اسمه ماك او اس. هختاره وتركز في دي عشان لو لا قدر الله عملنا الكلام ده هنا هنمسح الويندوز، ولو عملته على اي درايف تاني عليه اي بيانات هتمسح الداتا اللي موجوده عليه. فعشان كده انا قلت لك سميه ماك او اس. انا هاجي عند ماك او اس هنا كده هعمل له ايريز وهختار النوع بتاع الفايل بتاعه او النوع بتاع الفورمات بتاعه اي بي اف اس. تمام زي الفل، وهقول له ايريز. كده احنا جهزنا الفايل او الدرايف اللي هنحمل عليه النظام ان شاء الله. هقول له دن. كده احنا جاهزين ان شاء الله. هنقفل الديسك يوتيليتي خالص مش محتاجينه تاني، وهنعمل ري انستول ماك او اس تاهو عشان هيبتدي يحمله اونلاين. تمام اوكي كونتينيو. لازم يكون النت شغال عندك ومش واي فاي، لازم يكون كابل دايركت، لازم يكون لان على طول لان هو هنا هيحمل كل حاجه اونلاين وهنا مفيش واي فاي ومفيش اي حاجه. اجري. بص بقى هنا الديسك بتاعنا ظاهر اهو زي الفل الحمد لله. هو هيقول لك ان الماك او اس تاهو هيتحمل على الديسك ده. هقول له كونتينيو مفيش مشكله. هيبتدي هو يظبط الديسك مع نفسه ويظبط لنا اموره وهيبتدي يحمل 16 جيجا كاملين. طيب وزي ما انت شايف هو كاتب لي هنا بتاع 5 ساعات ولا حاجه. طبعا يعني العداد ده مش هيكون منطقي 100%، يعني هو على حسب سرعه النت عندك. يعني شوف 16 جيجا دول هياخد معاك وقت قد ايه. انا هسيبه يخلص خالص وان شاء الله ارجع لكم وهو بيفتح بامر الله. بس اهم حاجه عايزك تاخد بالك من ان انت طالما وصلت للمرحله دي فخلاص انت كده تمام. هو كده بيسحب الماك او اس من على سيرفرات ابل، هيسحبه وهيبتدي يحمله على الجهاز. هيعمل كذا مره ريستارت ما تقلقش منه عشان لو ايه خلص وانا مش مركز معاه ولا حاجه. هيعمل كذا مره ريستارت ما تقلقش منه، انت الدنيا تمام زي الفل. وهيفتح لك في الاخر على هالو على طول. سيبه شغال زي ما هو، حتى وهو عمال يعمل ريستارتس مع نفسه سيبه شغال. انا هسيبه يخلص داونلود وارجع لكم وهو بيحمل ان شاء الله. طب الحمد لله وبعد انتظار طويل اهو بدا يعمل ريستارتس وخلاص احنا تقريبا قررنا نخلص الانستوليشن. انا ما اعرفش احنا بقالنا قد ايه في الموال ده، بس يعني الحمد لله ان احنا وصلنا لحد هنا. وعايزك تاخد بالك من حاجه مهمه في المرحله دي ان هو يقعد يعمل ريستارتس كتير. ما تدوسش على حاجه، هو اوتوماتيك بيختار الاختيار بتاعه في البوت وبيكمل زي ما انت شايف. هنسيبه يكمل مع نفسه شويه كده وايه ان شاء الله باذن الله لما يخلص هرجع لك تاني. ولله الحمد بعد 30 40 50 ريستارت احنا خلصنا انستول. هنبتدي دلوقتي نخش بس نعمل الانستول المبدئي، نختار اللغه ونظبط الايكونز وشويه حاجات كده. هنخلص مع بعضنا الانستول ده بسرعه وبعد كده هشغل او بي اس وارجع لك تاني ان شاء الله من جوه النظام عشان فاضل خطوه اخيره محتاجين نعملها بس. هو طبعا هنا طالب ان انا اعمل اي كلاود بس طبعا انا هعمل له سكيب ناو. استنى ده الوقت والتاريخ عايزين نعمله على ايجيبت هنا. بندق يا جماعه طالع
بيقول سلام عليكم. والحمد لله زي ما انتم شايفين كده الماك او اس اتحمل. انا مش هعمل اي حاجه، انا كل اللي هعمله دلوقتي بس ان انا هوقف التسجيل ده، هحمل الاو بي اس تاني واشغله، هنقلب الكاميرا تاني عشان نعرف نتكلم مع بعضينا، عشان اوريك الخطوه الاخيره اللي محتاجين نعملها، وكده احنا ان شاء الله خلصنا. دقيقه واحده وراجع لك. وزي ما انت شايف قدامها كده الحمد لله الماك او اس شغاله عندنا، الدنيا زي الفل، وانا جهزت الاو بي اس وسجلت لك الشاشه والدنيا زي الفل. النظام كده شغال، بس في مشكله عايزك تخلي بالك منها، ان احنا لو شلنا الفلاش دلوقتي ورسترنا الجهاز مش هنعرف نفتح الماك او اس تاني. ففي خطوه بسيطه بس احنا محتاجين نعملها، ان احنا محتاجين ننقل ملفات الاي اف اي اللي موجوده عندنا على الفلاشه، محتاجين ننقلها على الاي اف اي الداخلي بتاع الهارد او بتاع النظام نفسه. في طريقتين لعمل الموضوع ده، في طريقه انا شرحتها في الفيديو اللي فات، وفي طريقه جديده انا عرفتها هنشرحها في الفيديو ده. هنفتح من هنا السفاري عادي، وهنحمل الاو سي اي تي تاني من على جيت هاب، اول واحد برضو في ريليزز. هناخد النسخه بقى المره دي، عايزين النسخه بتاعه الماك، هناخد نسخه الماك. الله، هيعوز طبعا اذن من السكيورتي، دي حاجه تخلي بالك منها لو انت اول مره تتعامل مع الماك، ان البرامج اللي احنا بنجيبها من بره دي كلها كل ما تيجي تشغله هيحتاج بس اذن من السكيورتي مره واحده. فبتيجي على سيتنج برايفسي اند سكيورتي، هنا هتلاقيه موجود عندك اهو، بيقول لك ان الاو سي اي تي عايز اذن واحنا حذرناه، خلاص اوبن اني واي، وخلاص اوبن اني واي. هيطلب منك الباسورد وبس اشتغل. بعد ما يشتغل معانا هنا طبعا بنلاقي ان الشريط اللي فوق ده اتغير للاو سي اي تي او الاو سي اوكسيلري تول. هنيجي عند كلمه اديت هنا، هنعمل ماونت اي اس بي، وبعد كده هيظهر لنا المربع ده موجود فيه الباتريوت اللي هو الام دوت 2 بتاعنا والفلاشه. مالناش دعوه بالفلاشه، احنا هنعمل الباتريوت ماونت. هيطلب الباسورد تاني، انا عملت له باسورد اي كلام كده تمام الحمد لله. هو لما بيعمل ماونت بيفتح لك الفايندر لوحده اهو. انت طب لو هو ما فتحلكش الفايندر، هتفتح الفايندر من تحت من هنا كده، وهتنزل هنا هتلاقي ملف اي اف اي ظهر هنا. هو جواه ملف اي اف اي عادي، في شويه ملفات وكلام من ده، بس هو جواه ملف اي اف اي تاني هنا. يا نهار اسود ايه الكلام ده كله. طيب هو في حاجه غريبه حصلت دلوقتي يعني بتخليني دايما اتمسك بالماك او اس اكتر حتى على البي سي. والله اللي حصل دلوقتي ان انا لما فتحت ملف الاي اف اي زي ما وريته لك وطلع قدامك كده، لقيت موجود جواه ملفات المفروض الملفات دي ما تبقاش موجوده، بس طبعا انا نسيت ان كان في ماك او اس قبل كده وانا مجهز له ملفاته ومظبط الدنيا وكل حاجه، فبالتالي تلقائيا انا سبت الشرح خالص وعملت ريستارت للجهاز. طبعا لما تعمل ريستارت للجهاز وانت مشغل الاو بي اس اوتوماتيك الريكورد بيبوظ على ويندوز. انت اي غلطه بتحصل في الاو بي اس وانت بتسجل الريكورد كله بيبوظ. انا الغريب ان انا عملت ريستارت للجهاز من غير ما اقفل الاو بي اس، ولما فتحته تاني طبعا افتكرت ان انا بوظت الريكورد وقلت هسجل كل ده من الاول. لا، انا لما فتحت الجهاز تاني لقيت الريكورد اتسايب زي الفل، شغال ابص لحد اخر لحظه اهي يعني اهي. وانا خلاص بعمل له ريستارت اهو. انا معلش انا اسف، انا كمان ما عملتلوش ريستارت من فوق من هنا، انا عملت له ريستارت من الكيس على طول عشان كنت مستعجل عايز انجز. الغريب ان هو سبحان الله لا حافظ الريكورد عادي، الريكورد لحد اخر ثانيه هو قبل ما ادوس ريستارت كان موجود عادي. فدي من الحاجات والله يعني الغريبه اللي بكتشفها كده وانا ماشي، يعني تقول لك الماك او اس ده يعني متعوب عليه قد ايه. يعني نعم هو اجهزته غاليه. المهم نرجع لموضوعنا تاني. انت لما تفتح عندك ملف الاي اف اي غالبا مش هتلاقي جوه الملف ده اصلا، ممكن تلاقي اي حاجه تانية هنا. المهم وات ايفر ايا كان اللي هتلاقيه هنا امسحه، وهتحط مكانه ملف الاي اف اي اللي احنا جهزناه في الاول وحطيناه على الفلاشه. لو تفتكر فاكر ملف الاي اف اي اللي احنا حطيناه على الفلاشه ده، هتروح واخده كوبي. انا طبعا عشان عندي كذا بوت هنا فمش عايز ابوظه، هتاخد الملف ده كوبي من هنا وتحطه هنا، ما يبقاش هنا غير كلمه اي اف اي دي بس، وهتفتحها هتلاقي جواها او سي وبوت بس. لما تعمل ريستارت هيبتدي هو بقى يضيف لوحده البوت بتاع الويندوز تاني، ولو عندك اي حاجه تانية هتضيفها. كده انت خلصت وتقدر تشيل الفلاشه عادي مفيش مشكله، وتعمل ريستارت للجهاز وتشغل الديوال بوت. طيب انا هوقف دلوقتي الاو بي اس تاني، وهنبتدي نعمل تجربه مع بعضينا للديوال بوت. عايزين نتاكد ان الديوال بوت شغال عادي ما فيهوش مشاكل. انا دلوقتي شلت الفلاشه خالص اهو، هنبتدي نعمل ريستارت مع بعضينا. هغير بس زاويه الكاميرا عما يعمل ريستارت، وزي ما انت شايف هو فتح اهو. عندنا الماك او اس، عندنا الباتوسيرا، عندنا الويندوز. الديوال بوت شغال زي الفل. اختار الويندوز تمام الحمد لله. الويندوز شغال زي الفل اهو مفيش مشاكل، حتى الملفات لسه في مكانها اللي احنا حطيناها. اعمل ريستارت تاني، هات لي الماك او اس. الماك او اس تمام زي الفل شغال اهو. هنسيبه يفتح وايه نقفل الفيديو مع بعضينا ان شاء الله زي الفل. وزي ما انتم شايفين الحمد لله الماك او اس شغال زي الفل، الويندوز شغال زي الفل، حتى باتوسيرا شغال مفيش مشاكل فيه موجود وظاهر عادي. يا رب يكون الفيديو ده عجبكم ويا رب تستفادوا بيه. سامحوني على المشكله اللي كانت حصلت الفيديو اللي فات، انا ما كنتش اعرف ان ميجا هيعمل المشاكل دي كلها، بس الحمد لله انا جبت لكم حل اذكى واحسن بكتير جدا. حمل اي نسخه انت محتاجها، بس خلي بالك وانت في الاي اف اي نشن على النسخه اللي انت محتاجها. لو البرنامج اوبن كور سمبليفاي قال لك مثلا ان انت معاك لحد السكويا وانت عايز مثلا سونوما او بيج سور، عايز حاجه قديمه، يبقى تختار من البدايه سونوما او بيج سور. انت شفت لما فتحنا اليو ار ال تكست، الصفحه اللي كان فيها اللينكات اللي بتنزل الريكفري، موجود كل الاصدارات. اختار الاصدار اللي نفسك فيه طالما جهازك هيدعمه.
طب هتعرف ازاي ان جهازك هيدعمه؟ اي اصدار تحت اللي هو موصيك بيه انت تمام زي الفل معاه. يعني لو هو قال لك سيكويا هو مش هيديك تاهو اصلا، يعني لو هو قال لك ان جهازك اخره سيكويا مش هيظهر لك تاهو في الاختيارات. كل الاختيارات اللي موجوده قدامك متاحه ليك. تاكد الاول واختار انت محتاج نظام تشغيل ايه، ظبط اختياراتك كلها على الوضع اللي انت هتشتغل عليه بامر الله. وبس لحد هنا كده يكون الفيديو بتاعنا خلص، ومستني رايكم في الكومنتات. اي حد محتاج اي حاجه في اي وقت يسالني في الكومنتس او يبعت لي على اي وسيله من وسائل التواصل الاجتماعي سواء فيسبوك تيك توك اي حاجه. واشوف وشكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.